اهلا بيكم مره تانية في حلقه جديده. هنتكلم النهارده عن تطبيق الفون كاش، وهنعرف من خلال التطبيق ازاي نعرف اقرب منافذ فوري لشحن المحفظه او سحب الاموال من خلالها. طب ايه اللي انا هستفيده من اللي انا اعرف اقرب منافذ لفوري؟ بالنسبه لي في اوقات كتير جدا بنيجي نشحن المحفظه عن طريق الكارت، حتى لو احنا رابطين المحفظه بالكارت تدي لك العمليه غير ناجحه، او تحصل مشكله في الشحن، او حاجه ما شابه ذلك، او يبقى في عطل في الايه، في نظام الكارت بتاع البنك. فبنضطر نلجأ إلى منافذ فوري عشان نشحن المحفظة بتاعتنا ونتعامل، عشان ما نعطلش نفسنا ولا نقف على شغل البنك فقط لا غير. وبعض الناس بيبقى عندها محفظة فون كاش، ولكن هو مش رابط نفسه سواء مثلا بحساب بنكي او بكارت ميزة او اي شيء. فبناء عليه هيبقى المحفظة عشان يشحنها يضطر ان هو يروح لمنافذ فوري. طيب، تطبيق الفون كاش نزل تحديث اخير تقدر تعرف من خلاله اقرب منفذ من منافذ فوري المعتمده اللي انت ممكن من خلاله تروح تشحن محفظتك فين. طب نعرف الكلام ده مع بعض ازاي؟ هنكمل الحلقه ونشوف ازاي الطريقه. بس قبل ما اكمل الحلقه، اللي بيشوف الحلقه اول مره يا ريت اشترك في القناه، سبسكرايب للقناه، ولايك وشير الفيديو. اما متابعيني الافاضل، لايك وشير الفيديو. نبدا مع بعض الخطوات. طبعا دي واجهة التطبيق زي ما احنا شايفين. اول حاجة بنعملها طبعا بيبقى هنا مكتوب رقم المحفظة، او رقم اللي هو المربوط عليه محفظة الفون كاش. وهنا بيبقى بنكتب هنا رقم السر بتاعنا، وبعد كده بنعمل دخول. طبعا المحفظة بعد ما بتخش بتلاقي شكل المحفظة اللي هو شكل الابليكيشن او التطبيق بيظهر عندك بالصورة دي. اول حاجة بنعملها بندوس على الثلاث شرط اللي تحت بعض فوق اللي جنب كلمة الرئيسية. بيطلع لنا الاعدادات زي ما احنا شايفين كده، اللي هو لستة القائمة اللي احنا شايفينها قدامنا دي. هنا طبعا بيبقى مكتوب اسم صاحب المحفظة، تمام. وهنا الاختيارات تحت بعضها، بنختار اول اختيار اللي هو فروع فوري. بعد ما بتخش على الاختيار ده بيسألك إذا كنت أنت فاتح اللي هو اللوكيشن بتاع الموبايل ولا لأ. طبعا لازم تكون فاتح اللوكيشن، تمام. بخلاف إن أنت فاتح اللوكيشن، كمان هيسألك إن أنت عايز تستخدم اللي هو فاتح اللوكيشن أثناء التطبيق فقط لا غير، ولا بصفة عامة. فأنت اكتب إن أنت عايز تستخدم اللوكيشن أثناء التطبيق ده. طب ده بيساعدك في إيه؟ بيساعدك لو أنت في منطقة معينة أوتوماتيك، بدل ما تقعد تختار الاختيارات اللي إحنا بنختارها دلوقتي، بيدخل أوتوماتيك بيجيب لك أقرب فرع عن طريق إيه؟ عن طريق اللوكيشن اللي موجود. فده بيوفر عليك. ولكن في طريقة تانية، هي الطريقة المانوال او الطريقة اللي هي اليدوي اللي احنا هنعملها دلوقتي. وده عشان خاطر لو انت في مكان معين ومش محددلكش اللوكيشن بتاعك، تقدر ان انت، او مش عايز تحدد اللوكيشن، او مش عايز تستخدم فكرة اللوكيشن اصلا اللي هي الموقع بتاعك، ان هو يحدد الموقع بتاعك تلقائي. بتخش عن طريق الطريقة اللي احنا هنعملها دلوقتي، وتختار الاختيارات اللي موجودة بحيث ان توصل لأقرب منفذ. نكمل الخطوات مع بعض. هنا بيجيب لك يعني الستاندرد او الحاجه اللي هي الاساسيه الخاصه باللوكيشن او المكان بتاعك. زي ما احنا شايفين مع بعض، هنا بنختار حاجه. في هنا كاتب لك المحافظه والمنطقه والحي، تمام. فهنختار مثلا وليكن مثلا اي محافظه، يعني اي هتظهر قدامنا دلوقتي. هنضغط الاول على السهم اللي هو دهوت، اللي هو الزائر اللي هو الصغير ده كده، بيطلع عندنا المحافظه اللي موجوده زي ما احنا شايفين مع بعض. قال اختار المحافظة، وليكن مثلا نختار أسوان مثلا على سبيل المثال. بعد كده هيقول لي اختار المنطقة. طبعا برضو بنفس الطريقة، اضغط على السهم الصغير اللي موجود على اللي هو على الشمال ده، بيقول لي اختار المنطقة. طبعا هنا جايب لي كل المناطق اللي موجودة في أسوان، يعني أو معظمها. هنختار مثلا وليكن مثلا أول منطقة أو أبو سمبل مثلا، دي تاني اختيار. هنا بيقول لي اختار الحي او المكان اللي موجود، وليكن مثلا اختار برضو. لما اخترت اللي هو ابو سمبل، فطبعا طلع لي كل المناطق اللي موجوده او المتوفره في الحي هي برضو منطقه ابو سمبل، هي نفس القصه. وبقى كده بنعمل حاجه اسمها اعرض الاكشاف، او الاكشاك قصدي. هنا راح داخل على طول جايب لي اسم الكشك اللي هو خالد مثلا. يعني ادي عندنا خالد مثلا اسوان. الحصول على الاتجاهات، لو انت حضرتك طبعا مثلا موجود في المكان ومش عارف تروح فين، بيضغط على الحصول على الاتجاهات، بيقوم مدخلك على الجي بي اس باللوكيشن، تفضل ماشي لغايه لما توصل للاتجاه. في ماركت ايمن وبرضه نفس القصه، تمام. في كذا برضو في ماركت زي ما احنا شايفين، في الحاج عصام، كامل ماركت، عباد الرحمن، محمود طلعت، وهكذا. طبعا هو جايب لي هنا معظم
الاماكن اللي موجودة في منطقة ابو سمبل وحي ابو سمبل اللي فيها، او سمبل معلش، يعني اسف، حسب النطق، اللي فيها الاكشاك فوري القريبه منك. وكمان الاتجاه اللوكيشن لو انت مش عارف تروح او انت اول مره موجود في المكان، بتضغط على الحصول على الاتجاهات دهيت، بيقوم مدخلك على الجي بي اس. تقدر تمشي من خلال الجي بي اس لغايه لما توصل للمكان اللي انت عايزه عشان خاطر تشحن فيه لمنافذ فوري. لغايه هنا تكون خلصت حلقه النهارده. اتمنى تكون الحلقه فادتكم، وان شاء الله اقابلكم في حلقه جديده. لو عندكم اي اسئله سيبوا لي تحت في التعليقات وانا هرد عليها ان شاء الله. ولو حد عنده مثلا عايز يعرف طريقه حاجه معينه او التعامل مع تطبيق معين، يا ريت تسيبوا لي في التعليق، وانا هحاول ان شاء الله اعمل حلقه عن التطبيق اللي هو عايزه. اتمنى تكون الحلقه فادتكم، وان شاء الله اقابلكم في حلقه جديده، ومع السلامه.